عليكم، مرحبا بكم في قناة أمنية تيفي. نتمنى دائما تكونوا بألف خير. نشارك معكم هاد الكيكة اللي كتجي شي حاجة زوينة وسهلة وموجودة في أي بيت، وكتوجد غير في رمشة عين وبأقل المقادير. فيها بيضة وحدة. الكيكة تبارك الله كيفاش كتجي طالعة، كتجي غير بيضة وحدة، وكتجي منقولش لك هادي كتبقى بلا ثلاجة أكثر من 4 أيام. علاش؟ حيت فيها واحد السر هو اللي كيخلي هاد الكيكه بهاد الهشاشه هادي وهاد الرطوبيه هادي كتبقى محافظه على الرطوبيه ديالها بلا ما تدخلها لحتى الثلاجه ولا حتى حاجه. كتجي زوينه. كنحطو نوجدوها للفطور وداكشي وليداتنا. المهم فيها نص كاس ديال الزيت ديال العنبه بطبيعه الحال، كاس الا ربع ديال السمينه، اللي بغا يدير كاس اللي يقدر يدير كاس، وكاس ديال الحليب عادي يكون ما بارد ما سخون. صافي هادو هما المقادير اللي فيها. عندي 2 خمارات وفانيا بطبيعة الحال اللي كنديرو، ولا بالشرط ديال الحامض ولا الليمون اللي بغيتو. قبيصة الملح ضروري وبيضة. وهنايا عندي هاد المكون ديال اما كاكاو اما تقريبا كوبايه ولا شي حاجه باش كنخدمو ديال الشكلاط ديال الدراري الصغار اللي كنديرو به قهوه، او اللي كنحضرو به الحليب بطبيعه الحال. وعندي 2 كيسان ونص حتى ل3 ديال الطحين على حساب الطحين اللي عندنا. المهم 2 كيسان عامرين ونص، وكنزيدو اما معلقه ولا 2. صافي كنخلطو جميع المقادير هنايا، ما كنطلع لا بيض مع السكر لا حتى حاجه. كنخلط كلشي الا الخميره والطحين. هادو هما المقادير اللي كندير في هاد الكيكه هادي. كتجي كما قلت لكم شي حاجه زوينه بزاف بزاف. المهم كنخلطو واحد 4 دقائق حتى ل5 دقائق هنايا. اما عندكم الكاس ديال الخلاط كديروه، انا درتو غير هنايا بلا ما يعني قوة الماعن بطبيعة الحال. صافي وكنديرو هنايا كما قلت لكم 5 دقائق وحنا كنطلعو. متخافوش من ديك الرغوه اللي كتكون طالعه. صافي واحد السر هو اللي غنشارك معكم هنايا، اللي كيجيبها عاليه وكيجيبها خفيفه وكتبقى كما قلت لكم حتى الربعيه. هنايا انا خلطت الخميره مع الطحين بطبيعه الحال مغربل. صافي وكنخلطوه مزيان هنايا. صافي وكنزيد نضيفو هادي بسباتيل ولا بالطراب ولا بمعلقه ولا بشما بغيتو. كنخلطو ما كنديروش واحد المجهود، ما كنديروش اي مجهود في هاد الكيكه هادي. راه كتطلع شي حاجه خفان زربان، والله العظيم شي حاجه واعره. وهادي غتولي عندكم معتمده بالنسبه للكيك. تقدروا هذاك الحليب تبدلوه اما باللبن اما تبدلوه بالليمون. هادو ثلاثه المكونات اللي كنقدر نضيف فيهم انايا ونبدل بهم. راه كتجي نفس المهم نفس هذيك انها تجي طالعه، نفس ان هاد المقادير كيجيو شي حاجه زوينه. غير اللي بغى يبدل الليمون مع موجود الليمون دابا ولا اللبن، حتى اللبن كيجي بها. صافي كنخلطو تحريكه عاديه جدا. وكيكون عندنا المول هنايا كنكونو موجدينه من قبل مدهون اما بالزبده ولا الزيت، كندهنوه بالطحين. كندخلوه للفريغو تقريبا واحد ساعه. اشنو الدور ديال هذاك لومول؟ ملي كتخرجوا الكيكه وهي سخونه ما كتلصق ما والو. كتجي ما نقولش لكم كيفاش كتطلع هذه الكيكه. ما كتلصق، ما كنحتاجو لا كاغيط، ما كنحتاجوش انها تبرد، ما كنحتاجوش انها تبقى في الفرن بزاف. صافي كما كتخرجيها سخونه كت كتحطوها هكا وكتقلبيها كتجي شي حاجه زوينه. صافي كنبقاو نخلطو هنايا اما بسباسي كما قلت لكم. ما تخافوا ما حتى حاجه. وهذا السر او هذا المكون نسيت انا ما قلتش لكم في الاول، هو هذا انا غنضيفه معكم ان شاء الله. نص كاس ديال الماء يكون طايب، تخافوش منه. نص كاس الماء يكون طايب ماشي دافي ما والو، طايب. ثقوا بيا هاد نص كاس هذا راه كيبدل القوام كامل ديال هاد الكيك هذا. والله العظيم لا كيبدلو، كيعطيه واحد الهشوشيه تقريبا بحال داير فيها الخل والحامض ما عرفت شنو داير فيها. صافي انا هنايا خديت واحد 2 معالق نقصتهم وضفت ليهم هذاك الكاكاو ديال كوبايه ولا شنو اللي كنديرو الحليب ديال الاطفال. ولا ما عندكمش كديروا اما 2 ساشيات ديال كاكاو حتى هما، وكنضيفوا واحد القطره ولا 2 ديال المطايب. هنايا ما تخافوش، عرفتي هاد المطايب هذا قلت لكم كيبدل هاد القوام ديال الكيكه مره. صافي هنايا انا شوف انه كيفاش خصو يكون عاقد بحال هكا، ما تكونش خفيفه هاد الكيكه هادي
كما قلت لكم انا كندخلو ساعه للفريغو، يقدر تيبات ما عندناش مشكل. والله العظيم هاد الطريقه ديال هاد اللومول، اي مول عندكم كتدخلوه كدهنوه بالزبده ولا الزيت والطحين، راه ما كتلصقش الكيكه بمره. وانتم غتشوفوا معايا ان شاء الله في نهايه الفيديو كيفاش هاد الكيكه كيفاش غتكون. المهم كنديرو التزيين كيما بغينا هاد الشكلاط، اما كنديرو خطوطه، اما كنديرو طبقه بطبقه، اما كديري على هاد الشكل كما درت لي انايا. درت لي انا دوائر هنايا وكبيت الباقي ديال الكيك. الخليط كيكون ثقيل كما قلت لكم، 2 كيسان ونص اللي هزت ليا، وزدت عليها تقريبا واحد 2 معالق ونص ديال الطحين. علاش؟ حيت الطحين كيختلف. الا خديتي العبار واخا ديال الحلوى راه كيكون ماشي هو ديال الباكيه ولا ديال 5 كيلو ولا 10 كيلو، كيكون بدل على حسب الجوده ديال الطحين. المهم هادشي اللي كاين، خاصها تكون ثقيله شويه صافي. وخديت هذاك هذيك العجينه فيها الشوكولاط هي اللي زوقت بها انا هنايا. كما قلت لكم التزيين كيبقى على حساب اللي بغيتو، ديروا طبقه بطبقه، ديروا هكا معلقه بمعلقه، ديروا فلوم مدور، ماشي مشكل. كتجي نفس الطريقه، وكتجي نفس القوام ديال الكيكه كيفاش طالعه تبارك الله. والله العظيم كتجي زوينه. هاد الكيكه هادي انا معتمده عندي، ما بقاش كندير الكيك فيه البيض كاع، والله العظيم مبقاش كندير كاع الكيك فيه البيض. كيجي حتى ديك زفورة البيض ولا شي حاجه ما فيهاش كاع. صافي هنايا صافي كنكون مسخنه الفران تقريبا على 180 درجه حتى 200، ماشي مشكل حسب الفران اللي عندكم. كنديرو من التحت حتى كتطلع وكتنشف من الجناب، كتحسبوا لها تقريبا 40 دقيقه. كتحلوا الفران كتشعلوا عليه من الفوق ومن التحت وكتخليوها. ولا كان عندكم الفران عادي راه كتعرفوا الطريقه ديال الكيك ديالكم. صافي شو تبارك الله كيفاش كتجي مفرقعه، نقولش لك. والشكل ديالها كيجي زوين بزاف. وثالثا انها كتجي هشيشه وكتبقى والله العظيم حتى 4 ايام بدون ثلاجه. كتغطيها غير بالسلوفان وتخليها فوق البوطاجي ولا في البلاكار ولا فين ما حطيتيها كتبقى كما هي. شنو السر هنايا؟ هو هذاك نص كاس ديال العنبه او نص كاس ديال اتاي صغير ديال الماء طايب كيغلي. ما تخافوش انه يخسر لكم الخميره ولا شي حاجه، لا. الزين كيبقى عليكم، يبقى حسب الذوق ديالكم. انا زينت هنا بالكونفيتير ديال المشماش كيعطي واحد المذاق زوين. كنقدروا نزينوها كامله بالكوك، انا حيت زوقتها من الفوق ما بغيتش نزوقها هنايا بالكوك كامله. درت ليه الزين هذا. الزين كيبقى على حسب الرغبه ديالكم نتوما. كما قلت لكم تقدروا ديروا واحد الكاناش قليل، ديروا فيه نص كاس د الحليب وديروا فيه الشوكولات ديال المهم مربعات ولا شي حاجه وتخلطوا تكبوا عليها من الفوق. تزينوها باللوز كركاع من اللي بغيتو. كتجي كيكه زوينه، كيكه يوميه، كتجي شي حاجه واعره. نقدم عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه. نتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، ونتمنى انكم تجربوها. والسلام عليكم. ما تنساونيش دائما بالبارطاج هذا الفيديو هذا.